السلام عليكم. في زحمة الحياة وفي عالم السوشيال ميديا اللي مش بيرحم واللي دايما بيجري ورا الأرقام والترندات السريعة، أحيانا يظهر في الساحة مشاهد تخلي الزمن يقف، مشاهد تفكرنا إن الكورة مش بس جون بيضيع أو جون بيتحط في الشبكة ولا بطولات بتتكتب على الورق. الكورة هي أصول، جدعنة، قلوب ما بتموتش مهما عدى السنين. النهاردة السوشيال ميديا ولعت باسم أسطورة من أساطير حراسة المرمى في تاريخ إفريقيا ومصر، السد العالي. طبعا أول ما أقول السد العالي أكيد عارفين مين، حارس المرمى المثير للجدل دوما، عصام الحضري. القصة النهاردة ملهاش أي علاقة لا بخناقة ولا بتسريح ناري ولا ببرنامج تلفزيوني بيثير الجدل بسبب كلمتين اتقالوا أو حوار معدي. القصة النهاردة أطهر بكتير وأعظم بكتير، قدرت تخلي ملايين المصريين يدخلوا يكتبوا تعليقات وهم عينيهم بتدمع، قلوبهم مليانة وفاء. تعالوا نقعد مع بعض ونحكي الحكاية من أولها لآخرها من غير لا هبد ولا تأليف. هي حكاية إنسانية من الدرجة الأولى، بس تهز الكيان. تعالوا نرجع بالزمن لورا كده، تحديدا يوم 31 أغسطس سنة 2006، يوم ما صحى الشارع الرياضي المصري على صدمة لسه النهاردة تحسها بتوجع قلب كل مشجع. رحيل مفاجئ صادم للاعب صغير في السن خطف قلوب الكل. كانت أخلاقه عالية وموهبته كبيرة، كان هو الظهير الأيسر للنادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد عبد الوهاب، ألف رحمة ونور عليه. الولد الهادي الخلوق صاحب الابتسامة اللي عمرها ما فرقت وشه، لكن للأسف فاضت روحه لربها وهو بيتدرب جوه أسوار النادي الأهلي في لقطة هزت ووجعت كل بيت مصري في الوقت ده، وأي حد يفتكره دايما يزعل عليه. ومن يومها الزمن مشي والأجيال اتغيرت، جه لعيبة وراحت لعيبة، بس في ناس وجع الفراق عندهم مش بيخلص، وأصعب فراق في الدنيا هو فراق الضنا. والدة الراحل محمد عبد الوهاب، الست الصبرة اللي فضلت ساكنة في محافظة الفيوم، شايلة اسم ابنها في دعوتها، عايشة على ريحة سيرته الطيبة اللي مالية الدنيا، واللي يقول اسمه يسمع أحلى كلام على محمد عبد الوهاب. بعيد عن أضواء الاستوديوهات بقى وبعيد عن زحمة الملاعب، هنبدأ حكاية النهاردة. قرر ثنائي الجيل الذهبي التاريخي لمنتخب مصر عصام الحضري وأحمد حسن، طبعا الاتنين معروفين، إنهم يسيبوا كل ارتباطاتهم والدنيا اللي لاهية الكل وياخدوا بعض ويسافروا مخصوص لمحافظة الفيوم. ليه؟ عشان يزوروا ست الكل، والدة حبيبنا الغالي الراحل محمد عبد الوهاب. ما كانتش زيارة رسمية قدام الكاميرات عشان الشهرة ولا لقطة عشان تطلع ترند، هي كانت زيارة عفوية، زيارة مودة ورحمة، زيارة من اخوات كبار، 2 أولاد برين رايحين يطمنوا على صحة أم ضحت بعمرها ويفكروها إن ابنها الغالي عمره ما اتنسى، وإن زمايله في الملعب لسه حافظين الود والعهد ولسه فاكرينه وعارفين الذكريات وحافظينها سوا مع بعض. تخيلوا المشهد معايا كده، الحضري الحارس اللي وقف قدام أقوى مهاجمين العالم عمره ما خاف، السد العالي، بيدخل بيت والدة محمد عبد الوهاب يمسك ايدها وفي عينيه نظرة وفاء واحترام تقطع القلب. صور الزيارة دي لما نزلت على حسابات النجوم الرسمية على السوشيال ميديا عملت زلزال ملا القلوب دفى، بجد الناس كلها اتكلمت واتأثرت ويمكن دمعت. الحضري كتب كلمات من القلب كلها صدق مفيش فيها أي تصنع، كلمات حسها وهو قاعد بيكلم والدة محمد عبد الوهاب، وقال أحلى ختام لزيارة اليوم في الفيوم مع السد العالي عصام الحضري كان لست الكل، والدة حبيبنا الغالي الراحل محمد عبد الوهاب. ربنا يبارك في عمرك وصحتك ويرحمك يا عبد الوهاب ويسكنك فسيح جناته وهتفضل في قلوب الجميع. ده الكلام اللي قاله أحمد حسن. طيب الكلام البسيط ده والصورة العفوية الإنسانية دي ولعت السوشيال ميديا في ثواني.
الحضري وأحمد حسن اتصدروا الترند وبجدارة واستحقاق. الناس بقت بتدور على الصور، بقت بتدور على الكلام، بتدور على اللي حصل، يمكن يلاقوا فيديو هنا ولا حكاية هنا. بس في سؤال مهم، ليه الناس اتفاعلت مع الصورة بالطريقة الجنونية دي؟ لأن الشارع المصري طماع في الخير. الشارع المصري تعب من كتر الأخبار اللي كلها مشاكل وخناقات وتطاول، ولما يلاقي نموذج جميل بيجمع ما بين الوفاء الإنساني وبين ذكريات العصر الذهبي للقارة المصرية بيجري وراه ويحضنه بكل قلبه. الناس دخلت تكتب في التعليقات كلام يبكي الحجر: الجدعنة مش بتموت، طول عمركم رجالة، رحم الله عبد الوهاب وأطال عمر والدته الطاهرة، شكرا يا حضري لأنكم فكرتونا بناس بنحبهم وعمرنا ما هننساهم. المشهد ده بيفكرنا بحاجة مهمة جدا، إن الكورة مش مجرد مكسب وخسارة ولا عقود بالملايين ولا تعصب شغال ليل نهار على المنصات. الكورة أخلاق، الظهر اللي تلاقيه جنبك، الإنسانية لما تظهر في أزهى وأطهر صورها. خلصت حكاية الحضري وأحمد حسن والراحل محمد عبد الوهاب، رحمه الله وأسكنوا فسيح جناته. لكن في عالم الكورة القرارات اللي بتطلع من تحت لتحت بتبقى أخطر بكتير من اللي بنشوفه في الملعب. النهاردة الشارع الرياضي في مصر ما كانش عارف ينام. ليه؟ عشان في قنبلة انفجرت في مكتب النادي الأهلي. القصة وصلت لمستوى تاني خالص. إمام عاشور، الاسم اللي بيخلي الميديا تولع بمجرد ما يتنطق اسمه، رجع تاني يتصدر المشهد. بس المرة دي الحكاية مش ضربة جزاء بقى ولا هدف في الدقايق الأخيرة، الحكاية حكاية ملايين، دولارات بالملايين، صراع ما بين الأهلي وبين واحد من أكبر أندية الدوري التركي. يظهر كده إمام عاشور ناوي يهج على تركيا زي ما صلاح هج وسابنا. تعال بقى أحكي لك الحكاية وأقول لك إيه الكواليس واللي حصلت في الساعات الأخيرة، والكلام اللي هقوله لك محدش هيحكوه لك بالتفاصيل دي. القصة بدأت بمكالمة من تركيا. نادي كونياسبور قرر يرمي طعم، وكان العرض مغري قوي، 4.5 مليون دولار. ده رقم كبير. الصفقة تبان إنها بوابة احتراف لإمام عاشور في تركيا. كانوا فاكرين العرض ده هيفتح الأبواب المقفولة وهيخلي إدارة الأهلي تراجع حساباتها وتقول لهم اتفضلوا إمام عاشور وعليه بوسة. بس اللي حصل كان صدمة، وصدمة للكل. الأهلي ببرود أعصاب إداري محنك رد برسالة رسمية وقال جملة واحدة بس قلبت الدنيا: إمام عاشور ليس للبيع. تخيلوا، لا نقاش، لا تفاوض، لا محاولة لرفع السعر. الأهلي قفل الباب في وش الأتراك ورمى المفتاح في النيل. ليه؟ إيه اللي بيخلي إدارة الأهلي ترفض عرض بملايين الدولارات في زمن الأزمة المالية؟ هل إمام عاشور نفسه كان بيفكر في إنه يمشي، ولا في سر أكبر مستخبي في الكواليس؟ الناس على السوشيال ميديا النهاردة اتقسمت نصين، في اللي شايف الأهلي عمل الصح عشان يحافظ على عمود خيمة الفريق، وفي اللي يقول يا بخت إمام ده كان زمانه في أوروبا. بس الحقيقة اللي كل غافل عنها إن إمام عاشور النهاردة مش مجرد لاعب كورة، ده بقى رمز لصراع القوة. الأندية الأوروبية عارفة إن خطف لاعب زي إمام عاشور يعني خطف مفتاح بطولات. الأهلي عارف كويس إن بيع إمام في التوقيت ده يعني إعلان رسمي بإن الفريق في مرحلة إعادة بناء، وده خط أحمر. طيب السؤال بقى اللي بيسأل نفسه، هل كونياسبور هتستسلم ولا هنشوف عرض تاني بضعف المبلغ عشان يضغطوا على الإدارة؟ الأهم إمام عاشور النهاردة بعد البيان ده إيه كان رد فعله في أوضة اللبس؟ هل كان بيحلم بفرصة الاحتراف، ولا مقتنع إن الأهلي هو المكان اللي بيبني المجد الحقيقي؟ ولا انت ايه رأيكم؟ انا مش عارفة. امام عاشور النهاردة مش بس ترند، بس هو بطل رواية. اللعبة في الميركاتو مش لعبة فلوس، دي لعبة شطرنج. الاهلي النهاردة حرك الملك ومستني خصمه وياخد قراره. لو عايز تعرف اللي هيحصل الساعات الجاية ومين الاطراف اللي هتضغط في الكواليس عشان الصفقة دي تتم، لا ده انت بقى لازم تتابعني، لان اللي جاي تقيل والحكاية لسه في بدايتها، واحنا بنلم الاخبار كده بس. مستنية اجمعها كلها وهقول لكم على القنبلة اللي جاية. واستنى واكتب لي كده في التعليقات انت ايه رأيك لو كنت مكان امام عاشور، هل تختار المجد في الاهلي
ولا مغامرة الاحتراف في تركيا؟ أنا مستنية رأيكم، ولو عجبكم الحكاية متنسوش تدعمونا باشتراك وتفعلوا الجرس، وكمان واحدة لايك كده يعني فوق البيعة، هتفرحونا قوي وهتشجعونا. والمرة الجاية هنكشف لكم الورقة الأخيرة اللي الأهلي محتفظ بيها، وهتبقى فرقعة. استنوا عليا، اتقل تاخد حاجة نضيفة، واسيبكم في أمان الله. السلام عليكم، متنسوش اللايك.